عايزه اقولك بقى ان دي من احلى طرق الفراخ اللي عملتها. بجد الفراخ ديت طالعه حلوه جدا، باضافه صغيره جدا، معلقه صغيره من بهار معين هنضيفه على التتبيله، هتنقلك طعم الفراخ في حته تانية خالص، مع شويه رز بسمتي كده، مع شويه سلطه مشاوي. بجد وصفه سهله وبسيطه وغدا حلو جدا. هنعمل التتبيله الاول. معايا معلقتين كبار كده من الزبادي، ومعايا بهارات بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه من الكزبره، ومعلقه من البهارات السبعه، واهم معلقه بقى معلقه من بودره الديمجلاس. هتنقلك طعم الفراخ في حته تانية خالص. هضيف ربع كوبايه من الخل، وربع كوبايه من زيت الزيتون، واضيف معلقتين كبار من الصويا صوص هيظبط لك لون الفراخ جدا، واضيف معلقه كبيره من الصلصه، واقلب كويس جدا الخلطه دي مع بعضها. ومعايا فراخ مغسوله كويس ومنقوعه في محلول النقع، عامله فيها فتحات بسيطه كده، بس محافظه على الجلد. اهم حاجه تحافظي على الجلد عشان الشوي يطلع شكله حلو. هنقعها في الخلطه ديت، في التتبيله ديت، اقل حاجه ساعتين، ولو عملتيها من بالليل هيبقى احسن كمان. جربيها بالطريقه ديت، وضيفي معلقه من بودره الديمجلاس. هتخلي الفراخ في حته تانية خالص. هسيبها بقى هنا اقل حاجه زي ما قلت لكم ساعتين، دخلها التلاجة بالشكل ده. وبعدين بقى هجيب صينيه كده فيها ورق فويل ممكن تشوي عليها على طول، او انا عندي الشوايه ديت بشوي عليها على طول. هبدأ اظبط شكل الفراخ فيها بالشكل ده، وزي ما قلت لكم حافظوا على الجلد عشان تاخدي شكل حلو للفراخ. واكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، الشبكه فوق وتحت، النار شغاله فوق وتحت. هدخل الشبكه في الرف اللي بعد الصاجه على طول. هوريكم شكل الفراخ وهي في الفرن. بدخل الشبكه ديت بالجنب كده عشان تبقى كويس، تبقى مظبوطه يعني. بتاخد معايا حوالي ساعه ونص في الفرن. هعمل الرز بقى. معايا معلقه من السمنه البلدي ومعلقتين من الزيت. هبدأ أضيف عليهم البهارات الصحيحة الأول، وبعدين أنزل عليهم ببصلاية مفرومة بالشكل ده. أي خضار أنزله لازم أشوحه كويس جدا. وبعدين أنزل بطماطميتين مبشورين بالشكل ده، أشوح الطماطم برضو كويس جدا. وبعدين أنزل بجزراية كبيرة كده مبشورة. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو جدا للرز. ولما بتشوحيه كويس وينزل ميته، الخضار ينزل ميته كده، بتيجي تضيف الرز بيتشرب المية دي، بتبقى طعمها حلو جدا. وبعدين بقى معايا البهارات ديت. أنا بحب البهارات دي جدا للرز البسمتي، حلوة قوي قوي يعني. هبدأ أضيف عليها البهارات بالشكل ده. وبكون غاسلة الرز البسمتي ونقعاه حوالي نص ساعة. هبدأ برضو أشوح البهارات مع الخضار كده. وبعدين أبدأ أنزل بالرز. برضو لازم أديله تشويحة كويسة جدا عشان يفلفل معاكي ما يعجنش، وعشان يشرب من الخضار اللي احنا عملناه. بجد الطريقة دي للرز حلوة جدا، بتنقلك طعمه في حتة تانية، كأنك بتاكليه يعني ايه، رز مختلف خالص عن اللي احنا بنعمله العادي. جربيه بالطريقة دي وإن شاء الله يعجبك. وبعدين أنزل عليه بالمية المغلية أو المرقة لو عندك. لكل كوبايه رز كوبايتين من الميه، لان ده مش زي الرز العادي. وبعدين بظبط الملح واسيبه على النار، بياخد حوالي نص ساعه وبيطلع بالجمال ده. ريحته بجد حلوه جدا. هبدا اعمل سلطه مشاوي كده، ممكن تسميها سلطه دقوس، بس تشيلي منها البصل، بس انا بحب اضافه البصل، بيخلي طعمها حلو جدا. هبدا افرمهم في الخلاط كويس. هضيف عصير ليمونه كبيره كده، وربع كوبايه من الخل، واضيف ملح وكمون، واضربهم ضرب متقطع كده، ما بفرمهوش فرم ناعم بالشكل ده. طعمها حلو جدا مع الاكله دي. الفراخ بتاخد ساعه ونص وبتخرج بالجمال ده. ببدا بقى اكون مولعه لها فحمه كده تاخد ريحه الشوي الفحم. لو عايز تستغني عن الخطوه دي تمام، بس هي بتديها طعم حلو جدا. وبعدين ابدا اقدمها بالشكل ده. طعمها كان حلو جدا. الفراخ مستويه ودايبه، مش ناشفه خالص. في فراخ بتنشف في الشوي، لا ما مش ناشفه خالص، مستويه ودايبه، وكانت الاكله حلوه. اهم حاجه بقى لو الوصفه عجبتك ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت حلو منك ومشاركه للفيديو ده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.